السلام عليكم. شايفين يا جماعه الحاجات جميله وفريش، اللهم بارك. تكبيرات العيد يا جماعه، الله اكبر الله اكبر. شايفين يا جماعه الحلاوه، حاجه جميله وطازه وفريش. على فكره انا كل حاجه بعملها لكم انا بجيبها من هنا، كل حاجه مطبخي انا بجيبها من هنا. شايفين الحاجه زي القمر، كوارع، فشه، لحمه راس، فشه، بومبار، كل حاجه، حلويات المذبح، اللهم بارك. شايفين الكرشه زي القمر، حاجه طازه وزي العسل. شايفين اللهم بارك، بيشف كده اللحمه، اللهم بارك. لا يا الله اكبر، لا حاجه جميله. ارخص سوق في المرج هو سوق الجزيره، زي ما انتم شايفين كده. اللحمه هي كل سنه وانتم طيبين. يعني انا عايزه اقول لكم ده احسن جزار عندنا في المرج. انا عن نفسي انا ما بجيبش لحوم غير من عنده. زي ما انتم شايفين لحمته طازه وزي الفل، تبقى مذبوحه في وقتها. يعني زي ما انتم شايفين اللحمه اللهم بارك جميله جدا، لسه مذبوحه اللهم بارك عنده. احنا لسه الصبح تقريبا كده الساعه 10. زي ما انتم شايفين اللحمه اللهم بارك، والزباين بسم الله ما شاء الله. اللحمه جميله جدا ومفطومه، زي ما انتم شايفين جزار الجنه. انا عن نفسي ما بجيبش غير من عنده. لحمته اللهم بارك تحفه جدا، بومبار، فشه، طحال، كلاوي، كل زي ما انتم شايفين. لحمه بلدي، لحمه كندوز، لحمه فلفل، اللهم بارك. زي ما انتم شايفين كده بسم الله تبارك الله. اللحمه اللهم بارك عليها. طبعا الاسعار بقى على حسب اللحمه، سواء تجيبيها بقى ضاني سواء كندوز، دي على حسب حضرتك انت. في كل حاجه، في لحمه كبيره، في مفروم، في همبرجر، اللهم بارك. زي ما انتم شايفين اللحمه طازه وزي القمر، زي ما انتم شايفين كده. لا عموما احسن عندنا جزار في المرج. انا عن نفسي ما باكلش لحمه غير من عنده. اللحمه اللي انا بصورها لكم في الفيديوهات بتبقى من عنده كده، طبعا عشان برضو الناس وكده. فانا هحاول اصور لكم لقطات كده معينه زي ما شايفين. زي ما شايفين اللهم بارك اللحمه بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، زي الفل وطازه. شايفينها والختم عليها كمان اللهم بارك. والكبده زي ما انتم شايفين اهي كده، كبده طازه اهي بتلعب يا جماعه، اللهم بارك بسم الله ما شاء الله. عايزين تاكلوا لحمه تيجوا عند عمي حماده، مش هتلاقوا احلى ولا انضف من كده. لحمه ممتازه ما بتاخدش سوا، صغيره، برضه اسعاره ارخص من بره بكتير. يعني لو انتوا هتقارنوا الاسعار بالاسعار اللي بره، هنا اسعاره احسن بكتير بكتير. دي اللحمه اللي انا بصورها لكم في الفيديوهات، سواء مفرومه سواء بنشوي سواء بنسلقها بنعملها لحمه، اللهم بارك. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. احنا اللهم بارك عليها. ده احسن سوق هنا، سوق الغلابه احنا بنسميه سوق الجزيره في المرج. الناس اللي مش عارفاها اقول لكم العنوان، اللي هكتب لكم العنوان في اول تعليق مثبت. شايفين يا جماعه اللحمه الضاني اللهم بارك. لسه كمان هنصور لكم الممبار. يا خلي بالكم هي ما بتقعدش، يعني بسم الله ما شاء الله مسافه ما بيعلقها، واللهم بارك. عنده الزباين اللهم بارك، يعني ربنا يزيده. ماشي، ده احسن جزاره هنا في المرج اهي، جزاره جنه. تنزلوا عند الجزيره هنا، اول ما تنزلوا من محطه المترو وتركبوا عربيه تنزلوا عند حاجه اسمها كوبري الجزيره. نزلكم ده سوق يعني عايزه اقول لكم سوق كبير، ارخص سوق بيتهيألي. انا ما بجيبش غير من هنا، ده ارخص سوق ممكن تلاقوه. تمام كده. عايزه اقول لكم بقى بالليل الموضوع حاجه ثانيه خالص. يعني بالليل بقى انا بس عشان ممكن اصور لكم بالليل وممكن لا، هنا الموضوع حاجه ثانيه خالص. يعني بالليل غير دلوقتي خالص. لو بالليل كده بقى النور المنور ده كله، والشادر السوق ده الشارع ده كله مليان دبايع. شايفين يا جماعه بسم الله ما شاء الله. النهارده الخضار جميل وطازه. بما ان بقى نشوف الاسعار قبل العيد، الاسعار عامله ايه، خضار ولحمه وفاكهه وكل الحاجه دي هنسال عليها كام. في الباميه جميله لسه نازله، لسه جايه من الغيط حالا طازه، والملوخيه والفلفل زي ما انتم شايفين. بص الملوخيه جميله وناعمه. السلام عليكم. كام الملوخيه؟ الملوخيه يا حبيبتي ب 10. الملوخيه القمر دي ب 10 جنيه كيلو. يعني عايزه اقول لكم نزلت ولسه هتنزل تاني. لا مش هتنزل هتغلى. ليه كده؟ هتغلى تاني؟ مش هتنزل تاني. لا والله. هتغلى ايام العيد. طب ما احنا خلاص، ما احنا في العيد اهو. عشان السوق مريح النهارده بناخد 10. ده كلها يومين والعيد خلاص. وبكام الباميه القمر دي اللي لسه جايه طازه؟ باميه ب 60 اهي يا جماعه، باميه زي الورد والله. شايفينها خضراء وزي القمر، هي مقمعه لوحدها مش محتاجه تتقمع. كده يا جماعه احنا كده داخلين على السوق. عايزه اقول لكم السوق هنا احنا كده بدري جدا، علشان انا قلت انزل قبل الزحمه. احنا شايفين الخضار كله طازه وجميل كده. قلنا نشوف الاسعار قبل العيد عامله ايه، خضار فاكهه كل حاجه زي ما انتم شايفين اللهم بارك. كام الباميه يا بابا؟ الباميه بكام؟ 60. كنا زي القمر اهي 60 جنيه. اسعار جميله النهارده اللي
فرصه قبل العيد كده، اسعار الخضار كلها كده قبل العيد صدمه يا جماعه. الاسعار النهارده رخيصه جدا، فرصه قبل العيد ننزل ونشتري كل حاجه. خضار جميل وطاز زي ما انتم شايفين، الذره، المشروم، الجنزبيل. اللهم بارك. بكام المشروم والذره دي؟ المشروم 45. 45 طبق. الذرة 35. الذره ب 35. والجنزبيل طبق الجنزبيل 30 جنيه. الاسعار حلوه قوي النهارده يا جماعه قبل العيد، فرصه ننزل قبل العيد ونجيب الخضار ده كله. اللهم بارك. شايفين فلفل الوان كمان ب20، والروزماري والزعتر. الروزماري الطبق ب10 والزعتر الطبق ب10. حاجات جميله جدا. اللهم بارك. والليمون. بصوا الخضار لسه جاي من الزرع من المزرعه حالا. شايفين؟ اللهم بارك. اللهم بارك. الخضار النهارده بصراحه يا جماعه، والملوخيه ب10 جنيه رخيصه جدا، والباميه ب60. شايفين يا جماعه الفلفل بكام؟ الفلفل الاحمر ده ب20 جنيه. اي فلفل جميل كده بصوا ب20 جنيه فلفل. والملوخيه ب10 جنيه. 7.5. ورق العنب بكام يا محمود؟ 80 ورق العنب جميل زي القمر. شايفين الورق يا جماعه ناعمه وحلوه جدا. الباميه اهي. شايفين الباميه ب60، والكبيره دي ب40. كيلو ونص، كيلو واحد ونص لوحده بقى. والخضره بقى والكرنب وكل حاجه اللي انتوا عايزينها هنا موجوده باسعار جميله جدا. شايفين يا جماعه الاسعار حلوه جدا. خلي بالكم انا مصوره بدري لسه قبل، يعني انا قلت انزل قبل الظهر لان يلا بقى يا فلاح، يلا بيبقى زحمه جدا. الدنيا بتبقى زحمه. نعناع بلدي، نعناع بلدي. النعناع كمان. ورق عنب بناتي يا باشا. ورق العنب. ورق عنب بناتي. اللهم بارك. حاجته جميله جدا وطازه فريش. انا بجيب كل حاجه المطبخ من هنا. شوفوا الحاجات اللي احنا بنصورها كلها مع بعض انا بشتريها من هنا. يلا ورق حاجات عنب طازه بناتي وخضره بقى يا وجميله. فلاح. النهارده بقى زي ما انتم شايفين احنا كده بنكمل الفيديو بتاعنا بتاع اللحمه. زي ما انتم شايفين اللهم بارك، لحمه طازه وفريش ولسه جايه من المذبح. بسم الله ما شاء الله. الكيلو عامل 370 جنيه. طبعا الوقت ده كده لسه الحاجه هاديه شويه، لسه ما وصلناش ليوم الوقفه. اول ما نوصل يوم الوقفه هتغلى طبعا. زي ما انتم شايفين اللهم بارك، لحمه طازه وزي العسل، ولحمه صغيره، وفي كندوز، وفي مفروم، في كبده، وفي كل حاجه. اللهم بارك عليها، لحمه طازه وزي الفل. النهارده الاسعار يا جماعه ضرب نار. النهارده اللحمه اسعارها حلوه جدا. زي ما انتم شايفين لسه جايه حالا من المذبح، هي طازه وزي زي ما انتم شايفين كده. اللهم بارك عليها، لحمه طازه وفريش وزي العسل، واسعارها ارخص من بره بكتير. زي ما انتم شايفين اللهم بارك. ارخص سوق ده الجزيره في المرج. السلام عليكم. كل سنه وانتم طيبين. اللحمه بكام؟ كيلو اللحمه البلدي الجميله دي بكام؟ 360. 360. اللهم بارك. لسه يعني الامور هاديه شويه. هتغلى على يوم الوقفه، هتفضل زي ما هي. ربنا يبارك لكم يا رب. كل سنه وانتم طيبين. اللهم بارك يا جماعه. لحمه فريش وجميله وزي العسل زي ما انتم شايفين كده، لسه جايه حالا طازه فريش. في كبده، في كلاوي، في كل حاجه هنا. المحل نضيف جدا وحاجته ممتازه جدا. اللهم بارك. زي ما انتم شايفين يعني حاجه جميله جدا وحاجه ممتازه. شايفين يا جماعه السوق النهارده اللهم بارك ضرب نار. الاسعار ضرب نار النهارده. شايفين يا جماعه وبيشفيها اللحمه. اللهم بارك عليها. كل سنه وانتم طيبين. الله ينور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم احلى واجمل متابعين؟ عاملين ايه يا رب؟ تكونوا بالف خير وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. ربنا يا رب يعيده علينا بالخير والستر والصحه والعافيه ورضا من الرحمن باذن الله. طبعا شفتوا اول الفيديو بقى انا نزلت كده معاكم اتسوقنا وصورت لكم السوق اللي احنا بنتسوق منه وبنجيب منه كل حاجه المطبخ دي، وحاجات كده بلدي وجميله وزي القمر. وكمان الخضار ده كله فلاحي يا جماعه، جاي من الارض من الفلاحين، بيبقى مسكر وجميل جدا. يعني انا عايزه اقول لكم انا ما بيني وما بين السوق هو بس شارع. يعني انا السوق في ظهري بالظبط، في ظهر البيت عندي. فيعني لما بنزل السوق قريب جدا من عندي، فدي حاجه ميزه جدا جميله جدا. فعايزه اقول لك بقى انا ودي اصور كل يوم من جمال الخضار. فطبعا بقى واحنا راجعين كده جبنا بقى 2 كيلو ملوخيه كده، كان الكيلو عامل 10 جنيه، وبيقولوا يعني قبل العيد كده بيوم او حاجه هتوصل ل 20 و25. فانا قلت بقى الحق كده انزل اجيب حاجتي بدري قبل يوم الوقفه كده، استعدي، مش لازم تنزلي يوم الوقفه ولا قبل الوقفه بيوم
لان يوم الوقفه ده يوم مقدس، لازم نقعد كده ونتهيأ للعباده وللدعاء وللتسبيح وللتهليل وبصي وللتكبيرات والحاجات دي كلها. فلازم تهيئي نفسك وتفضي نفسك من دلوقتي. تمام. انا تقريبا كده نزلت السوق يوم الاثنين، جبت بقى ايه اللي اقدر عليه بقى. جبنا فراخ، الفراخ كان في اليوم ده عامله 77 جنيه، يعني الفراخ نزلت جامد جامد. فجبت طبعا بقى عشان الحر، غسلت الفراخ وحطيتها في الفريزر الاول حاجه، وقعدت بقى ايه بقى قطفت الملوخيه القمر دي وغسلتها كده تحت الحنفيه لحد التراب بتاعها ما نزل. والباميه بقى هقول لكم سريعا، بعد ما غسلتها الاول وبعدين اتقمعت، مع انها والله مقمعه وملمعه وزي القمر مش محتاجه انها تتقمع. غسلتها الاول بعدين قمعتها، نزلت عليها بميه بتغلي من الكاتل، وبعد كده بردت عليها بميه ساقعه وسبتها تتصفى لحد ما نشفت خالص، وعبيناهم في الاكياس. مفيش احسن من الاكياس على فكره لانها بتاخدش مساحه في الفريزر. جبنا هنا بقى في البوله دي، حطينا لتر ميه، حطينا 3 4 معالق من الملح، حطينا كركم، حطينا معلقه صغيره جدا من الثوم، ومعلقتين كبار كده من هريسه الشطه، وهنقلب الكلام ده كله. تمام. وما تنسيش بقى ورقتين راولي كده لورا تخلي معاكي الريحه والطعم فوق الممتاز، ونص كوبايه من الخل. بصوا بقى انا حطيت كده ميه كده من الكاتل لحد ما تغطي المخلل، وتسيبيه كده حوالي مثلا 5 دقائق 10 دقائق. تمام. بعد كده قلبي فيه لحد الميه ما تهدى كده، وبعد كده هنحط عليه المحلول ونبدا بقى ايه ننزل بيه في البطرمان. وعايزه اقول لك بقى اكيد يعني سفرتنا في العيد ما تخلاش من شويه مخلل حلوين كده، ناكل بيهم فته، ناكل بيهم طاجن باميه، ناكل بيهم شويه ملوخيه، ويبقى معاكي الموضوع زي الفل. هنيجي بقى هنا البطرمان هنحط فيه الفلفل بعد ما فتحناه، نحطه كده في قاع البرطمان، وبعد كده بقى نبتدي نعبي البطرمان بتاعنا زي ما انتم شايفين كده لحد ما بصي الميه تغطي معاكي المخلل عشان ما يعملش ريم ابيض ولا اي حاجه. وهو عايزه اقول لك ان شاء الله مش هيقعد، يعني هو يوم بالظبط وهتاكلي منه، لان احنا حاطين عليه ميه سخنه. وكده الفيديو بتاعنا النهارده يكون خلص. يا رب تكوني استفدتي بكل دقيقه وثانيه، ما ضيعتش وقتك، وباذن الله كل سنه طيبين. الفيديو بتاعنا النهارده خلص، يا رب تكوني استفدتي منه. عايزه منك دعوه حلوه ولايك وشير وسبسكرايب لقناه عبير في المطبخ. وعايزه اقول لك الاسعار يا جماعه حلوه جدا، الحقي انزلي وهاتي الخضار من دلوقتي قبل يوم الوقفه. كل سنه وانتم طيبين، اسيبكم في حفظ الله ورعايته احلى واجمل متابعين.